المنتخبين السعودي والبحريني على مستوى ال 19 سنة قدروا يشاركوا في بطولة العالم حتى للشباب والناشئين في كرواتيا وفي اليونان. إذا عم بيكون في تطور كبير لمدارس كبيرة على منتخب السعودي والمنتخب البحريني بطبيعة الحال. المنتخبين عم بيجروا اللحظات الأخيرة داخل أرض الملعب، والصور التذكارية داخل أرض الملعب أمامنا. المنتخب السعودي مشاهدينا الكرام راح نستعرض تشكيلته على الشاشة. المنتخب السعودي: علي درورة، أحمد العبيدي، محمد السيهاتي، سجاد العراضي، أحمد الضاحي، عبد الله ال سعدون، أحمد الدرويش، زكريا هاني طه، مهند السيهاتي. من جديد زي ما بنشاهد تشكيله المنتخب السعودي: بدر القرني، نواف عبد الله، محمد صالح القائد، عبد الله مرهون، حيدر التاروتي، سلمان المعيني، فاضل الرمضان، وعبد الله ياسر هاشم، وعباس العوازم. هذه طبعا تشكيله المنتخب السعودي اللي بدربه الكوتش توماس هانس من سلوفينيا، ويساعده هناك حسين إخوان. بدي أذكر مدير الفريق هو ياسر شاخور. بيحاول يفتتح التسجيل، كرة على العارضة، بترجع من جديد سريعة، كرة فاست بريك سعودية، وأول أهداف البطولة الخليجية، أول أهداف البطولة الخليجية. الروعة الفاست بريك، سيد الفلاحي، سيد الفلاحي. لا والله ما كان سيد، ما كان سيد في الكرة الأخيرة، كان محمد صالح. محمد صالح لاعب نادي الأهلي هناك، أو لاعب نادي مضر في المملكة العربية السعودية. ورجال المنتخب البحرين لعبوا في كأس العالم 6 مرات. بطبيعة الحال بيأتوا بهدف التعادل، لكن التقدم للمنتخب السعودي بهذا الوقت، التقدم للمنتخب السعودي هذا الوقت. أحمد واحد من هدافين الكبار، أحمد العبيدي. وعلى فكرة أحمد من لاعبي نادي النور هو اللي عم بيعطي تقدم لمنتخب المملكة العربية السعودية بهدفين مقابل هدف واحد. ممتازة. عباس حسين لاعب نادي السماهيج، وعلى فكرة السماهيج هو بطل الدوري البحريني لفئة ال 19 سنة، فيما طبعا نادي باربار هو بطل كأس البحرين لنفس الفئة، فئة الشباب. وحاليا الهداف أيضا القادم من المملكة العربية السعودية ليمتعنا ليطربنا، هاندبول، عم بيأتي بهدف ليعطي منتخب السعودية التقدم بهدفين مقابل هدف، ب3 أهداف مقابل هدف. رجع محاولة تسلسل منتخب المملكة العربية السعودية بكرة رائعة جدا، هدف وبتسلسل ملعوبة، نقل الكرة من جهة لجهة، وأحمد مجيد آل درويش لاعب نادي الخليج بيسجل، وبسرعة بسرعة بسرعة كرة وتصدي ولا أروع. مش ممكن هذا التصدي، عم نشاهد تصدي حارس المرمى بطريقة روعة، وهدف سعودي جميل جدا. مباراة سريعة. أحمد نبيل قلت هداف المنتخب السعودي لاعب نادي النور، هداف كبير. 5-5، مين ياخذ الليد، مين ياخذ الافضليه، مين ياخذ التقدم. التسلسل عم بيكون حاضر. شو هالهاندبول الرائع، شو هالهاندبول الممتاز، وشو هالهدف السعودي الروعه مع الارتماء. شو هالروعه يا محمد صالح. محمد صالح بيعطي التقدم للمنتخب السعودي 6-5. جود جاي لعب 12 هدف ب9 دقائق لعب، رقم جيد. وهنا تخلص رائع، وهنا مهارة ما في أحلى منها. وهنا عبد الله سامي آل سعدون لاعب الخليج، والمنتخب السعودي برضه بيعطي تقدم البحريني. إذا الاختصاصي لاعب هداف قادم من نادي النور، هذا هو الكوتش توماس هانس، وهذا الهداف أحمد نبيل العبيدي. أحمد واو واو واو، سوبر جول، برافو أحمد، برافو أحمد، بيضع الهدف اللي في المرمى. البحرين اللي بتقدمنا حراس مرمى هم الافضل في القاره الاسيويه، لكن حاليا مرور ما في احلى من هيك، ومصاحب لدقيقتين ايقاف. مرور ما في احلى من هيك. شاهدنا عبد الله المرهون، جود جاب، برافو عبد الله، رائع جدا عبد الله. عبد الله قادم من نادي مضر في المملكه العربيه السعوديه، وحاليا في دقيقتين ايقاف. من الخلف منتخب البحرين الان بنقص العددي للمره الثانيه في المباراه. المنتخب السعودي هل راح يستفيد من الزياده العدديه؟ منتخب البحرين عليه ان يدافع منقوص عدديا الان. هل المنتخب السعودي راح يروح على مستوى الاجنحه، خاصه ان الضغط عم بيكون بالعمق. راحت على الاجنحه، يا سلام على التمويه، يا سلام على روعتك، على جمالك. شو هالتمويه الرائع يا حيدر. هذا حيدر الرائع تاروتي. حيدر من لاعبي نادي الصفا، على فكره اغلب لاعبين المنتخب السعودي من انديه النور، الخليج اغلبهم، وحتى الاهلي. هناك لاعبين من مضر، لاعبين من الصفا، لاعب واحد من المحيط هو فاضل حامد، هناك لاعب من الصفا عبد الله ياسر، ولاعب واحد من الترجي عباس العوازم. راح نتعرف على باقي الانديه، لكن خلينا نشوف المنتخب البحريني بيحاول يتخلص. المنتخب السعودي عم بيدافع بقسوه، والمنتخب السعودي عم بيسرق الكره وعم بيسجل بالفاست بريك في المرمى الخالي. اعتقد الوقت المستقطع التايم اوت قريب،
اعتقد التايم اوت قريب للكوتش الدنماركي، قد يطلب الوقت المستقطع. المنتخب السعودي على الفاست بريك عن طريق مهند حبيب لاعب الخليج، عم بيشيل انفراد حارس المنتخب السعودي مشاهدينا الكرام، واللي بيضيع بيستقبل زكريا هاني طه لاعب الخليج عم بيسجل. لاعب المنتخب السعودي عم بيعطي التقدم للمنتخب السعودي 13 مقابل 11. هذا هو زكريا، برافو زكريا. صراحة حراس المرمى في مودي مشاهدينا الكرام محمد عبد الله السيهاتي او حتى سلمان عادل المعيني. كرة بتضيع المنتخب السعودي على الفاست بريك حاليا وهدف عم بيتسجل. واو رائع 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 المنتخب السعودي. علي الدرورة، علي الدرورة عم بينجح بالتسجيل، و14 مقابل 12 النتيجة. كرة ساحقة، كرة ساحقة بتمر ما بتمر لأنه الحارس المبدع محمد السيهاتي شالها. محمد حارس نادي النور هناك في المملكة العربية السعودية. شو هالسوبر جول، روعة مش ممكن. عبد الله نبيل المرهون فوق الكل، عبد الله بيسجل، وعبد الله نبيل المرهون بيعطي التقدم لمنتخب المملكة العربية السعودية 15 مقابل 14. روعة كرة اليد. المنتخب السعودي عند الكرة 15 مقابل 14، التقدم بهدف. المنتخب السعودي عم بينقل الكرة، محاولة. واو 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 واو، شو هالمراوغات وشو هالروعة وشو هالحلا وشو هالفوت وورك. ممتاز يا عبد الله سامي آل سعدون. عبد الله سامي مر بالكل، عبد الله بسوبر جول مشاهدينا الكرام. كذلك في المرمى السعودي عم بيتصدى، ترجع لمنتخب السعودي. منتخب السعودي بالفاست بريك، رولينج جيم رهيبه رهيبه رهيبه، اللقطه تلفزيونيه، شو تايم سعودي بهالاوقات. والمنتخب السعودي كانت للمنتخب البحريني، لكن بسرعه المنتخب البحريني كان قدر يقلص الفارق وقدر يعادل الارقام والنتيجه باكثر من مره. وحاليا المباراه بالشوط الثاني عم تنطلق عند المنتخب السعودي والتحضير على 9 امتار. محاوله اختراق، تسلسل، ياتي هدف. روعه روعه روعه. اول اهداف المنتخب السعودي بالشوط الثاني من هالمباراه. اليد اليساريه لعبد الله سامي آل سعدون، برافو عضاد الحارس السعودي. شوفوا هالفاست بريك يا جماعه، روعه روعه روعه. الحارس الرائع محمد السيهاتي تصدى، محمد مرر، ومحمد صالح القائد سجل لاعب نادي مضر اللي عم بيشكره على هالتمريره الرائعه. المنتخب السعودي على 9 امتار، دائما الهداف الكبير احمد نبيل العبيدي. شوف نقل الكره على شماله عبد الله نبيل المرهون، وكذلك على يمينه عبد الله سامي آل سعدون في الخط الخلفي. تناقل الكرة على 9 امتار، محاولة المرور، البحث عن الثغرات، والاهداف تاتي. ولاول مرة في المباراة، لاول مرة في المباراة المنتخب السعودي يتقدم بفارق 4 اهداف. المباراة عم نشاهد هذا الفارق، ما شاهدناه ابدا بالشوط الاول، وقد يرفع المنتخب السعودي للشباب كمان الفارق ل5 اهداف. بدي اذكر مشاهدينا الكرام ان المنتخب السعودي شارك للرجال، شارك في بطولة العالم 10 مرات عبر تاريخه. المنتخب البحريني للرجال شارك في بطولة العالم 17 مرة. وهنا المنتخب السعودي عنده رمية جزائية بطبيعة الحال. دفاع من الداخل عم بيحتسبوا حكم اللقاء. دفاع من الداخل على سلمان الشويخ. تنفيذ رمية 7 امتار بنجاح للمنتخب السعودي. تنفيذ رمية 7 امتار بنجاح للمنتخب السعودي بهالاوقات. بسرعة عند عبد الله نبيل المرهون، نقل الكرة على 9 امتار، عملية تقاطعات والزيادة العددية على الدائرة. الحكم هنا هدف رائع، هنا هدف ممتاز. قلت لكم احمد نبيل بيعرف يمر، بيعرف في تصدي رائع، في بلوك ممتاز، والبلوك وراه فاست بريك، والفاست بريك وراه هدف، والهدف ياتي. مدرسة المنتخب السعودي بهالاوقات. دقائق 6 روعة، 6 دقائق هائلة، 6 دقائق ما في احلى منها. سوبر ديفنس، دفاعات رائعة، خلفهم حارس مرمى متمكن، وبعد ذلك التحول من الدفاع للهجوم على طريقة محمد صالح القائد اللي بيرفع الفارق لحدود 7 أهداف في المباراة. بدي الاتحاد البحريني لكرة اليد وممثل برئيسه السيد علي محمد عيسى إسحاق، لأنهم كانوا ناشئين في كرواتيا، شاركوا أيضا في كأس العالم في الناشئين في كرواتيا، وكذلك كأس العالم للشباب في اليونان. نجاحات كبيرة على مستوى جميع الفئات، ونجاحات كبيرة من مختلف المراكز ومن مختلف الأماكن. وحاليا يد حديدية 7-0 ران منتخب السعودي، والحارس المبدع محمد السيهاتي أقفل المرمى تماما. الروعة محمد. نرجع
عند الهداف احمد نبيل العبيدي. احمد ممرر ممتاز، لكن هنا يد ما بترحم ابدا. هنا يد عم تضرب من حديد. عبد الله يا عبد الله، شو هالروعه يا عبد الله. عبد الله نبيل بيسجل كمان وبيضيف. لنشوف شوط مثالي. دقائق 81 النجمه 7، والنجمه اخر 4 سنين هو عنوان كره اليد البحرينيه، هو بطل الدوري البحريني على مستوى الرجال، وهذا بطل سعودي، هذا بطل سعودي ما بيرحم، هذا بطل سعودي مرعب، هذا القادم من نادي مضر اللي فريقه على مستوى الرجال كان البطل الموسم قبل الماضي. البحريني كانت في السويد عام 2011 اول مشاركه سعوديه في كاس العالم للرجال. لا، كانت في اليابان عام 1997. المنتخب السعودي شارك 10 مرات في بطولة العالم بطبيعة الحال، و17 مرة أو 6 مرات عفوا بالنسبة لمنتخب البحرين. من نادي باربر سلمان نادي باربر، ولاعبين نادي الأهلي محمد رادة، مهدي جعفر، كذلك عمار ياسر من حارس المرمى الأهلي. السماهيج عم نشوف كمان مجموعة من اللاعبين زي أحمد حسن أبو ذر، عباس حسين من السماهيج، علي سامي كمان، يعني أسماء ممتازة. وحاليا المنتخب السعودي عم بيسجل، المنتخب السعودي عم بيسجل، المنتخب عن طريق فاضل حامد. راح تترجم بنجاح زي ما شاهدنا من اول ملعب لاخر ملعب. هل راح نشوف تايم اوت؟ اوه، هدف على الدائرة. ما راح يكون في تايم اوت اكيد، لكن هون في هدف على الدائرة بطريقة رائعة للمنتخب السعودي بطبيعة الحال. احمد نبيل العبيدي عم بيحاول يتخلص، الكرة بتبقى سعودية. الصافرة حضرت تنفيذ المخالفة. اللاعب القوي عبد الله صاحب اليد اليمينيه القويه. شوف عبد الله، شوف عبد الله، القميص رقم 55. عموما هنا هدف سعودي وتسلسل ممتاز والضغط في الجهه اليمنى، والهدف ياتي. المنتخب السعودي عم بينجح عن طريق احمد مجيد آل درويش. برافو احمد، لاعب الرائع عبد الله، لانه عبد الله عنده يد يمينيه ممتازه، عنده كرات من خارج 7 امتار. هنا في صافره. دفاع منتخب البحرين قوي، دفاع منتخب البحرين مركز بهالاوقات. في تبديلات بيجريها المدرب توماس هاينز المدرب السلوفيني للمنتخب السعودي، وحاليا ايضا في تغيير على مستوى حراسه المرمى. والله يبدو الحكم هنا احتسب رميه 7 امتار دفاع من الداخل. احمد العبيدي راح يكون على التنفيذ. احمد من لاعبي نادي النور هناك في الدوري السعودي. احمد عم بينجح بالتسجيل بالفعل. محمد حسين شمله كره، محاولة تمرير كرة على الدائرة. شوف دفاعات المنتخب البحريني عم بيكونوا أكثر شراسة. محمد حسين عم بيتصدى، والحكم يأتي برمية 7 أمتار. رمية 7 أمتار بهالأوقات. والله رمية جزائية إذا صديتها محمد حسين. لا، بثبات يبدو، بالفعل بثبات يبدو عم بيسجل أحمد نبيل. لعب